اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 9 من حلقات الغضب وكيفية طرد الغضب من البيت. الأمر الرابع من علاجات الغضب، نقول إن سطوة الغضب ودوافعه الإجرامية تعرض الغاضب لسخط الله تعالى وعقابه، وربما عرضته لسطوة من أغضبه واقتصاصه من في نفسه أو في ماله أو عزيز عليه. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: ابن آدم، اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، لا أمحقك في من أمحق، وارضي بي منتصرا فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. الأمر الخامس، انتظرونا غدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.